الدماغ مش حجر، دي معجزة بتتغير كل يوم. سمعت قبل كده عن ناس ما كانتش بتمشي ورجعت بعد كده تكمل مشي عادي، أو شخص نفس الكلام بعد السكتة الدماغية ورجع يتكلم تاني. حابب أقول لك إن الكلام ده مش محطة صدفة، دي حاجة اسمها المرونة العصبية أو النيورال بلاستيسيتي. الدماغ بتكون قادرة على التغيير عشان تواكب التحديات الجديدة أو إصابة حصلت لها قبل كده. طب إيه معنى المرونة العصبية أو النيورال بلاستيسيتي؟ هي بكل بساطة إن الدماغ عنده القدرة إنه هو يعيد تشكيل نفسه من تاني لو حصل إصابة أو تلف في خلايا معينة، فإحنا بنحفز خلايا تانية إنها تقوم بنفس وظيفة الخلايا التانية اللي حصل لها الإصابة دي. بس ده بيحتاج تحفيز وتكرار وتمرين وصبر. طب إزاي ده بيأثر في العلاج الطبيعي؟ المرونة العصبية ليها دور أساسي مع علاج حالات الأعصاب، سواء كانت إضاءة أو السكتات الدماغية وإصابات الحبل الشوكي، وهنا الدماغ بيعيد برجمة نفسه من تاني. أما مع حالات العظام زي الكسور والإصابات الهيكلية، فإحنا هنا دورنا بيكون تقوية العضلات والأنسجة المحيطة واستعادة المدى الحركي بشكل تدريجي، وبالتالي في فرق الأساليب العلاج وتمرين كل نوع. طب إحنا عاوزين نعرف إيه أشهر البروتوكولات اللي إحنا بنستخدم فيها المرونة العصبية في مجال العلاج الطبيعي. أول بروتوكول معانا هو الميروثيرابي أو العلاج بالمرايا، وهنا احنا بنستخدم المرايه بحيث ان احنا نخدع المخ عشان نعمل تاهيل كويس للجزء المصاب. تاني حاجه معانا هي الفانكشن الكتريكال ستيميوليشن، وده تحفيز كهربي عشان اقوي الرابط العصبي والعضلي. ثالث حاجه معانا هي التاسك اورينتد ثيرابي او التاسك اورينتد بروجرام، ودي تمارين يوميه او تمارين حقيقيه المريض بيعملها في يومه زي الاكل او الشرب او النوم او ازاي هو يروح الحمام لوحده. رابع حاجه معانا هو الفي ار روبوت ريهاب، وهنا احنا بنستخدم الواقع الافتراضي او الروبوتات للتمرين بشكل فعال وممتع اكتر. واخيرا الدماغ زيه زي العضله، كل ما تمرنه هيقوى اكتر، ومهما كان الضرر فالرجوع مش مستحيل، بس لو كان في اراده. وسلام.